ثلاثية نظيفة في آخر جولات دوري المجموعات، والمنتخب المغربي للدور القادم ب7 نقاط متصدرا لمجموعته. المغرب هل كان مقنعا؟ بالطبع مقنع بكل صراحة، ولكن هل يجب أن نبقى بهذا التطبيل طوال الأيام القادمة؟ أقول أنه يجب أن نتحدث قليلا بكل صراحة. وسأتحدث أيضا حول لقطة أيوب الكعبي وهدفه الرائع، هل كان متسللا أم لا؟ كل هذا نحاوره وسنناقشه في هذا الفيديو. أهلا بكم في الحلقة السابعة من الكان مع يونس. أهلا بكم. سأتحدث أولا وقبل البداية عن التشكيل الرسمي. في تشكيل رسمي شاهدنا في حراسة المرمى ياسين بونو رباعي الدفاعي، تواجد كل من آدم مسينا ونايف آجرد في غياب جواد اليامير، ورأينا كيف تغيرت المنظومة الدفاعية بشكل واضح. شيبي على اليمين، مزراوي على اليسار، في إراحة لأنا صلاح الدين. نتمنى لا تكون هنالك أي إصابة. بالنسبة لوسط الميدان سنجد نايل العناوي وغياب أمراض، أمامه كل من عز الدين أناحي وأيضا صيباري. ثلاثي الهجوم على اليمين يتواجد بالطبع إبراهيم دياز بأداء رائع وراقي وجميل، وفي الجهة اليسرى عبد الصمد الزازولي، وأمامهم أو دعونا نقول الرائع الأنيق أيوب الكعبي. هذه كانت التشكيلة. بالطبع طالبنا بغياب أمراض أن لا يكون والله في هذه المقابلة، هذا ما وقع. وأيضا نفس الشيء ونفس الحديث عن جواد اليميق. ورأينا المنظومة الهجومية ومنظومة التحول بالكرات من الدفاع للهجوم مرورا بوسط الميدان التي تقف عليها الكرة وتقف عليها المنتخب بأكمله. شفنا أداء جميل جدا، ولكن لكل إيجابيات سلبيات. الإيجابيات في هذه المقابلة كانت كثيرة، والسلبيات في تلك المقابلة الأخيرة قبل مباراة مالي كانت قليلة. بالطبع الإيجابيات، ولكن أنا سأتحدث دائما عن السلبيات. أتأسف لأنه لكي نفوز باللقب يجب أن نتحدث عن السلبيات. أولا، حتى لو فاز المنتخب المغربي اليوم ب10 بكل صراحة ما خصناش نطبلو، ما خصناش نقولوا واو، ما خصناش نقولوا أنه سيتوج. يجب أن نهرب من الأضواء كما فعل المنتخبات السابقة، بعيدا عن الأضواء نخلق المفاجأة. فالمنتخب المغربي حاليا نعم قدم أداء رائع، شفنا تغير كامل، شفنا تركيز من اللاعبين، شفنا تركيز أيضا. وكل صراحة شكرا لوليد، لأنه أنا كنت بكل صراحة خائف أنه وليد ما يكونش عارف أن عندنا خطأ وعندنا مشكل في منظومة وسط الميدان. بالضبط، دعونا نقول أن منظومة الدفاع مازال عندنا فيها مشاكل بكل صراحة. شفنا منتخب الزامبي في الدقائق الأخيرة من المقابلة قد نقول أن هنالك عياء على بعض اللاعبين، ولكن خلق محاولات، خلق فرص. أقول لكم الجانب البدني في أفريقيا أهم بكل صراحة، لأنه غتواجه منتخبات مثلا بالمثال منتخب الكوت ديفوار عنده وسط ميدان بقوة بدنية بقيادة فرانكيسي سانغاري وأيضا فوفانا قوي جدا، قتل المنتخب الكاميروني في مباراة يوم أمس. ودعونا نقول أن هذا المنتخب من المرشحين بكل صراحة. سواء المغرب هدف الكعبي سنتحدث عنه قبل أن نعود للكلام عن كل اللاعبين. هل كان متسللا؟ لو رأيتم معي أن الجميع مع تمريرة عز الدين أناحي وخروج من الكرة كما يتضح في الصورة سيظن الجميع أنه كان متسلل، لكن لا تنظر إلى لاعب منتخب الزامبي اللي يوجد في الجهة الأخرى أو في وراء اللاعب، بل انظر للاعب الذي يتواجد لفوق هنالك. بالطبع ترى نعم سنقوم بقليل من اللمسات وبدون أي فوتوشوب بالضبط، فقط لكي نوضح لك أن الكعب ما كانش متسلل. نعم تتواجد يد الكعبي في التسلل. دعونا نقول أن من جهة الكتف في هذه الجهة لا تحتسب بالطبع تسلل، فبذلك الهدف على ما أعتقد وفقط بقدرات هذه بمعرفتي الكاملة أظن أنه هدف صحيح 100%. أنتظر رأيكم في التعليقات. بالطبع سنعود للحديث حول بعض الفرص، بعض الأخطاء. سنتحدث عن نايل العناوي كأول مباراة كأساسي في هذا المركز. قدم مباراة رائعة، خرجها بأقل أخطاء ممكنة، ولكن كانوا أخطاء. جل اللاعبين المنتخب المغربي وسط الميدان الهجوم وأيضا الدفاع عندهم مشكلة واحدة، التسرع. السرعة جميلة، شفنا في 15-20 دقيقة الأولى المنتخب المغربي ضغط، سجل هدف وبقى على تلك الوتيرة.
فذلك الضغط يولد السرعة، وعند السرعة والتسرع يختلف اللاعبان أو اللاعبون بشكل جماعي. يعني اللاعب يبحث أنه يكون سريع باش أنه يضغط ويخلق فرص، فبذلك نقع في التسرع ونقع في التمريرات الخاطئة، والتمريرات الخاطئة أمام منتخبات تعود يعني بهجمات المرتدة تكون خطيرة. فمن الأفضل أن نكون أذكياء متى نقوم بسرعة الهجمة، متى نقوم بالهدوء، وذلك يتضح دور ضابط إيقاع وسط ميدان المنتخب المغربي كل مني العناوي وأيضا عز الدين أناحي اللي قدم تمريرة لعب طرز الزولي. وهنا سنعود للكلام أنه عندما نتحدث عن ضبط الإيقاع شفنا أنه في تلك اللحظة أناحي كأنه برد اللعب، كأنه قال دعونا نستنشق الهواء، فبه في ثانيتين يعطي تمريرة مارة من قلوب دفاعي المنتخب الزامبي، وبدخول عبد الصمد الزلزولي بالتمريرة قاطعة تصل إلى برايم دياز والهدف الثاني. هنا يتضح بالطبع دور الجناح. يعني شفنا الصباري، أظن الصباري تعذب مع وليد الركراكي في هذه الكأس الأفريقية، حيث أنه فقدوا الجوهر تاعو وفقدوا الثقة اللي كانت معطيها من الجماهير المغربية، لأنه شفنا الأداءات اللي مقدمها هذا اللاعب قبل كأس الأمم الأفريقية كونه صانع ألعاب. ولكن اليوم مع دخوله كصانع ألعاب أظن ما قدرش أنه يضبط نفسه وأنه يوصل للشباك، ولكن رغم ذلك شفنا تحركات، شفنا أداء محترم، لكن ننتظر منه الشيء الكثير. الشيبي في اليمين قدم مباراة رائعة أفضل من مزراوي على اليسار. مزراوي دائما سيبقى عنده مشكلة أنه لاعب يميني، فما حدك لاعب كيف جا اليسرى عنده مشكل كنترول، عنده مشكل الكرات الطويلة، عنده مشكل السرعة في اللعب. فمن الأفضل أنه لو كان أنا صلاح الدين موجود يدخل بكل صراحة. وحكيمي على اليمين شفنا مع دخوله كان يجيب هدف، ما بغاتوش كرة، رفضت أن تدخل، فبدي يضيع هدفين تقريبا في هذه المقابلة. ولكن الأفضل هو أنه يدخل في إيقاع كأس الأمم الأفريقية، يسجل أو ما يسجلش ما بقاتش، المهم يسترجع تلك نشوة كرة القدم وأيضا التنافسية، وبذلك سنكون أمام خصم عنيد في الدور القادم الذي لن نتعرف بعد عنه. فأيا كان الخصم يجب أن نكون يعني رجلينا على الأرض ونشوفوا كيف نجرب المقابلة القادمة بإذن الله. كان معكم يونس، نلتقي في فيديو قادم بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله من برنامجكم الكرنايوس، إلى اللقاء.